الحساء أو الشربات من الثقافات التقليدية في مطبخ جنوب شرق آسيا، حيث تناسب الأجواء الاستوائية الحارة. لذلك تجد حتى أطباق الحلويات لا تخلو أن تكون على شكل صوب من حليب جوز الهند، وهي كذلك تناسب الأجواء الباردة حيث تعطي الدفء للجسم. من هذه الحساء أو الشربات حساء عظم، وهي حساء للنودل، حيث يتم غلي العظام مدة أكثر من ساعة وخلق مرق شبه حليبي شبه أبيض شفاف. مرق بمذاق غني صحي شائع في أطباق النودل. في دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا كذلك شائع أن تشتري العظام فقط من الجزار نظير مبلغ مقبول، وذلك لإعداد حساء نودل من العظام. وبإمكانك تجهيز ذلك في البيت، حيث بالإمكان تجريد العظم من اللحم واستخدام اللحوم في أطباق أخرى، واستخدام العظم في إعداد حساء نودل. هذه الحلقة أستخدم عظام بقري، خاصة المفاصل، مع إبقاء بعض اللحم عليه لأنه يزيد من نكهة المرق بشكل واضح ويعطي لون أغمق قليلا للثوب. كما يجب تكسير العظام لإخراج المعادن والكولاجين، مع إضافة بعض التوابل والمطيبات لإكساب المرق الرائحة والطعم. أبدأ بسلق العظام حوالي ساعتين، أبدأها بنار عالية لتسريع الغليان، ثم أخفض الحرارة إلى نار هادئة. أضيف الفلفل الأبيض، الهيل، التوابل الخمسة المكونة من القرنفل، الزنجبيل، اليانسون النجمي، الشمر، القرفة أو أي بهار تفضله. وأصب ماء كافي للسلق. أثناء طبخ العظام أبدأ بعمل كرات اللحم. أحتاج إلى نصف كيلو من اللحم البقري المفروم. أضيف إليها ملعقة طعام من بهار التوابل الخمسة. أضيف كذلك الفلفل الأبيض، الفلفل الأحمر، الملح، ومسحوق نشا الذرة. أخلط جميع المكونات جيدا، ثم أبدأ بتشكيل كرات اللحم الحجم الذي تريده. أسقط الكرات على دقيق النشا، وأبدأ بدحرجة الكرات على دقيق النشا، والغرض الحصول على كرات من اللحم أكثر تماسكا أثناء السلق. أضع كرات اللحم في الفريزر إلى أن يحين طبخها. إضافة الخضروات إلى الحساء يكسب الحساء طعم غني مع مزيد من القيمة الغذائية. اخترت من الخضروات حبة فلفل رومي أخضر وحبة من الجزر. أقطع الفلفل الأخضر الحلو إلى قطع مربعة متوسطة الحجم. كذلك أقشر الجزر أولا، ثم أقطعه إلى قطع متوسطة الحجم. أما الجزء السفلي من الجزرة فيمكن تقطيعها إلى مضلعات كما هو موضح في الفيديو.
الجزء العلوي من الجزرة بإمكانك تشكيل القطعة إلى أشكال زخرفية. كذلك اخترت الكرنب أو الملفوف الأبيض وقطعها إلى أحجام متوسطة. اخترت كذلك بعض البطاطا الطازجة أقشرها وأقطعها إلى أحجام متوسطة. بعض الأعشاب المطيبات كالبصل الأخضر تضيف نكهة إلى المرق. بعد مرور ساعتين من طبخ العظام حصلت على مرق صحي شهي تستطيع عمل كميات كبيرة منه والاحتفاظ به في الفريزر في استخدامات أخرى كعمل الشوربة مثلا. أرفع قطع العظم وأضعها في الصحن جانبا، كما أقوم بتصفية المرق من بعض التوابل الصحيحة التي وضعتها. أضع قطع الخضروات في المرق وأبدأ بالخضروات التي تحتاج إلى وقت للإنضاج لتستوي نصف استواء. أسقط كرات اللحم في المرق ولا تستغرق وقتا للإنضاج، حوالي 10 دقائق إلى 15 دقيقة. ثم أضع الخضروات التي لا تستغرق وقتا في الطبخ كالكرنب، الفلفل الرومي، البصل الأخضر. ثم أضبط طعم الملح. هذا الحساء يصلح لجميع أنواع النودل كنودل شعيرية المانج بين المسمى بجلاس نودل وشعيرية الأرز الأبيض. نقعت النوعين من النودل في ماء بارد مدة 15 دقيقة حتى تحولت من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض، وبواسطة مصفاة حديدية أقوم بغمس النودل المرطب وهو في المصفاة في ماء مغلي دقائق حتى يلين. كذلك تقدم الحساء مع أطباق المكرونة المسلوقة والرز الأبيض المطبوخ. وعند التقديم أضع الخضروات المطبوخة أولا في صحن النودل، ثم أتبعها بكرات اللحم إلى جانب قطع العظم، ثم أصب عليها الحساء الساخن. أزين وجه الطبق بأوراق البصل الأخضر أو الكزبرة المفرومة مع مفروم الثوم المقلي، إلى جانب مقبلات النودل في قائمة هوم ميد كمعجون الفلفل التايلندي أو زيت الفلفل الأحمر المطعم بالثوم. إذا كنت من عشاق النودل فبإمكانك الاستغناء عن النودل الجاهز المتوفر في الأسواق وتحضير حساء نودل خاص بك في المنزل. وهناك المزيد من أطباق حساء النودل في مطبخ جنوب شرق آسيا، وتعد بطريقة صحية خالية من ملح MSG وغنية بالبروتين والأعشاب والتوابل.